حاضر حاضر يا اللي بره. انت مين انت وعايزه ايه؟ خبيني والنبي عندك، انا ما صدقت هربت منهم. هربت من مين؟ هربت من اهلي، عايزين يكتبوا كتاب على ابن عمي بالعافيه وهم دلوقتي بيجروا ورايا. انا مش فاهم حاجه خالص. هي لبنى فين؟ لبنى اختي؟ ايوه انا صاحبتها وجايه استخبى عندها كام يوم لحد الامور ما تهدى. ممكن بس ادخل استريح علشان انا تعبت ونفسي اتقطع من كتر الجري. اتفضلي. انت محمد اخو لبنى صح؟ دي بتحبك قوي. ما احنا ملناش غير بعض. بس دلوقتي لبنى سافرت عند خالتي ومش موجوده هنا. ايه ده؟ يعني انت لوحدك؟ يا كسوفي. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هينفع امشي خالص. ممكن لو تخليني عندك؟ مفيش مشكله، بس انا هتصل بس بلبنى اعرفها انك هنا. لا 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 بلاش تتصل بيها دلوقتي. انت عارف ان لبنى اختك بتحبكها زياده عن اللزوم ومش هترضى ان انا اقعد معاك لوحدنا. هتقول لي عيب وحرام وانا ما عنديش مكان اروحه دلوقتي. علشان خاطري بقى سيبني النهارده وانا همشي بكره ان شاء الله. حاضر يا هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سماح. دي اوضه لبنى اختي. هسيبك بقى كده ايه تاخدي اي حاجه من الدولاب وتلبسيها عشان تبقى قاعده مرتاحه. حاضر. همشي انا بقى عشان تغير هدومك. انا متشكره قوي يا محمد. الليله ليلتك يا محمد، ليلتك يا معلم. لازم نتدلع النهارده. البت دي شكلها بتسبل كده ورايحه على الاخر، وكده كده لو عملت معاها اي حاجه مش هتقول لا، عشان اسيبها بايته هنا النهارده وما رجعهاش لاهلها. انا لبست ده حلو. ده حلو قوي قوي. معلش بقى انا بحب البس حاجه اكون مرتاحه فيها. براحتك عادي يعني، البسي اللي انت عايزاه، وبعدين اعتبر البيت بيتك. انا هقوم اعمل لك حاجه تشربيها. يا ريت يا محمد. حاضر 10 دقايق بس. اظن بقى مش هلاقي فرصه احسن من دي. طول عمري نفسي كده ابقى قاعد مع بنتي لوحدنا ونتدلع بقى. انا مش هسيبها. ايه ده؟ هو انا هعمل كده بجد؟ بس ده هيبقى ذنب كبير يا عم. ما تحبكهاش بقى يعني، ربنا غفور رحيم. وبعدين دي فرصه، هي الفرصه هتيجي كم مره في العمر. انا هعمل لها شاي وهخرج لها، انا مش هسيبها. انا تعبانه قوي. انا هدخل اريح في الاوضه قبل ما يعمل الشاي. نار. النار دي مشكله. صباع ولع. ايه ده؟ بقى انا حته لسعه صغيره من النار مش مستحملها. امال لو عملت اللي بفكر فيه مع البنت اللي فوق دي هستحمل نار ربنا وعذابه ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. اهدى كده يا محمد وامسك نفسك. اهدى يا رب. ابعد عني الشيطان يا رب وصبرني يا رب. سماح. انا هنا يا محمد. انا عملت الشاي. طب اقعد جنبي ونشربه هنا. لا 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 مش هينفع. مش هينفع خالص. انا هروح اوضتي واشرب الشاي بتاعي هناك. ما تخليك قاعد معايا شويه، مستعجل ليه؟ اصل انت مش فاهم. انا مش هينفع اقعد معاكي صدقيني. ولو سمحتي اقفلي الباب على نفسك كويس قبل ما تنامي، ولو خبطت عليك وقلت لك اي حجه اوعي تفتحي لي. ليه يعني كل ده؟ وعلى فكره بقى يا محمد انا واثقه فيك جدا وعارفه ان انا كمان لو كنت عريانه انت هتحافظ عليا. عريانه وحافظ عليكي؟ انا مش سيدنا يوسف يا سماح. يعني ايه؟ يعني ابوس ايدك اقفلي الباب على نفسك كويس وخلي بالك من نفسك. انا رايح الاوضه بتاعتي. انا ماليش نفس اشرب شاي وحتى مش جاي لي نوم. طب اروح اقعد شويه مع سماح نتكلم ونتسلى مع بعض كده. هو الشيطان ده اللي بيلعب في دماغي. انا مش رايح اوضه سماح حتى لو حصل ايه كده. انا هنام. هنام بس مش جاي لي نوم. هنام برضه. انا هنام. نام بقى يا محمد واستغفر ربنا. ما تسمعش كلام الشيطان.
استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. عايز نقفل الباب وخايف عليا من نفسه؟ هو لسه في حد في الدنيا كده؟ طيب قوي محمد ده اكتر حد قابلته في حياتي محترم ومش عايز مني اي حاجة. ده خايف عليا اكتر من اهلي نفسهم. سماح، صباح الخير يا سماح. سماح، ايه ده؟ بالله مشيت. الحمد لله، الحمد لله انها مشيت قبل ما اقع في الحرام. جدع يا بنت سماح، قلبت المغفل ده في اسرع وقت، وهيصدق انك صاحبة اخته. هو انت ما كنتش خايف عليا يا هدى؟ ما كنتش خايف على اختك لحسن يعمل معايا حاجه وحشه الولد ده انا كنت جبت اجل. وبعدين يعني انا عارفك كويس، ده انا اللي مربيك يا سماح. لو كان فكر بس يعمل لك حاجه كنت قمت معاه بالواجب. يا بنت اللذينه، يا بنت اللذينه، دي سرقت الفلوس. انا هبلغ الشرطه عنها. بس هبلغ اقول لهم ايه؟ بس هقول لهم ان انا مغفل وانضحك عليا. منها لله بقى يا رب، انا ما رضيتش اعصيك، يكون ده جزائي. انا بقول ايه بس؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سامحني يا رب، انا راضي باي حاجه تعملها فيا يا رب، ما دام هتبعدنا عن الحرام وعن الذنوب انا راضي. هدى اخويا مش فارق معاه غير الفلوس، وممكن يعرضني للخطر، ممكن اقع في ايد واحد يعمل معايا كل اللي هو عايزه وما اقدرش لا اخد حقي ولا ابلغ عنه. يخرب بيت الفلوس اللي تخلي الاخ يبيع لحم. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. يا رب اهدي نفسي يا رب، يا رب. سماح، جاي ليه تاني؟ في حاجة تانية نسيت تسرقيها؟ انا اسفه يا محمد، حقك عليا. اخويا حوده هو السبب والله، هو اللي كان بيراقبك انت واختك، وعارف ان باباك مسافر الكويت وبيبعت لك فلوس كتيره جدا، وهو اللي خلاني اعمل كده. وجاي ليه دلوقتي؟ لو عايزاني اسامحك انا مسامحك يا ستي، بس بعيد عني. تخاف عليا اكتر من اخويا نفسه. عملتني بادب وانت ايد ربنا فيا. انت ما تستحقش ان انا اسرقك ابدا. حقك عليا. فلوسك اهي. فلوس؟ الحمد لله يا رب، المال الحلال ما بيروحش. همشي انا بقى. استنى يا سماح، انا عايز اشوفك تاني، ولو احتجت اي حاجه هتلاقيني واقف جنبك وهساعدك. بجد هتساعدني؟ هساعدك وهفضل جنبك. انت احسن حاجه حصلت لي في حياتي من يوم ما اتولدت لدلوقتي. انا همشي وهبقى ارجع لك تاني. وانا هستناكي، واللي ما خدتوش منك بالحرام عايز اخده منك بالحلال. ده لو انت يعني موافقه. موافقه طبعا. يا رب قدرني واكون سبب ابعدها عن السكه الحرام اللي ماشيه فيها.